هل الاسيو لوحده كفايه؟ الاسيو في حقيقته بيشتغل افضل لما يكون داخل منظومه بيكملها وبتكمله. الافضل انك تشتغل الاسيو لكن تبني لايرز حوالينه يستفيد بيها وتستفيد بيه، مش تزود كونتنت ولكن تزود بريزنس، وده ممكن يتم باللايرز التاليه. اولا، الاستفاده من الانفلونسرز ذوي الثقه، يعني انك توزع الثقه بتاعتك في السوق عن طريق ناس عندها كريديبيليتي في المجال ده، وده اثره كويس جدا على الاس يو، سواء هو بيزود البراند سيرشز وبيخلي جوجل والاي اي كذلك ان هم يثقوا فيك اكثر. وعندي تجربه في الامر ده، وهو ان استغلال الانفلونسرز مع الاس يو ادى ان البراند بقى الليدنج في مجاله حاليا، وده بفضل الله طبعا على الرغم من المعاناه قبل بدء تطبيق التكامل ده بين الانفلونسرز والاس يو. ثانيا، يكون في براند ريبريزنتيف، يعني البراند مش فقط لوجو او موقع، البراند عباره عن ناس، فاوندر بيتكلم، تيم ظاهر ومبين هو بيعمل ايه، بيبين تطور البيزنس، وده بيزود الثقه اسرع سواء كان للموقع او سواء كان للاي اي او سواء كان حتى لليوزرز نفسهم او التارجتد اودينس. ثالث حاجه، يكون في ريفيو سيستم محكم، مش ريفيوهات عشوائيه ولكن سيستم بيجمع تجارب حقيقيه، ده بيفرق جدا في لحظه القرار. رابع حاجه، استغلال اليوتيوب، لان اليوتيوب مش مجرد كونتنت كريشن بلاتفورم وانما سيرش انجن، تقدر تستخدمه بنفس المنطق في الاس يو وتستفيد بالديتا اللي عملها الاس يو وبالماركت ريسيرش اللي تم هناك، وبالتالي تظهر في اكثر من مكان من غير ما تضاعف الجهد بتاعك بنفس البرسنتج. الخلاصه، الاس يو يجي لك فرص جيده سواء في محرك البحث او في الاي اي سيرش، لكن تقدر تستفيد افضل من الفرص دي بانك تبني منظومه اورجانيك جروث كامله بتكمل بعضها بعض. ده بيخلي الار او اي من الاس يو بيتضاعف وكمان بيكون مستدام بشكل افضل. انا كده خلصت، وعرفنا رايك في التعليقات، هل انت متفق ولا مختلف، وهل عندك تجارب في الامر ده ولا لا. وشكرا ليك، ونشوفكم فيديو تاني ان شاء الله. مع السلامه.